بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها أنجلا اللي بيضطر باباها إن هو يسافر عشان يشتغل، لأنهم بيكونوا عيلة بسيطة اللي بيكونوا مكونين من 4 أطفال، هما بات وتوم وآجي وأنجلا. ومن وقتها مرجعش باباهم، وبعد سنتين من غيابه بتكبر أنجلا اللي بتكون مع مامتها واخواتها في الكنيسة، اللي بتكون عارفة إن مامتها عاملة لها مفاجأة في الكريسماس اللي بتكون فاكراها العروسة اللي نفسها فيها. عشان كده وهم مروحين بتحاول تلفت نظرها ليها، بس مامتها بتمشي وبتسيبها زي أي أم عادية. لما بيروحوا بتسمعها وهي بتكلم جارتها عن مفاجأتها ليها، بس برضه مش بتقول هي ايه. ولما بترجع مامتهم بتحكي لهم قصة الملك الغني التخين والفقير النحيف اللي قابله جني سحري واداهم أمنية، علشان كده اتمنى الملك التخين إنه يكون عنده دهب العالم كله، والفقير يتمنى أمنية من غير ما تعرفهم هي ايه. وبتقول لهم إن هم بعد مدة لما تقابل الملك بالفقير شافه سعيد، وهو رغم الدهب اللي كان معاه ما كانش كده. عشان كده سأله هو اتمنى ايه، بس هي بتوقف القصة لحد هنا وبتطلب منهم ان هم يروحوا ينظفوا اوضتهم. اللي لما بيروحوا بيفكروا هو اتمنى ايه، في الوقت اللي بتسأل أنجلا توم عن سبب قلق مامتها وارتباكها في الفترة دي. عشان كده بيقول لها ان هي في كل مناسبة وكريسماس بتكون كده لانها مفتقدة لباباهم، ولان في غيابه بتكون عندها مسؤوليات كتير وهم كمان بيكونوا مشتاقين له. عشان كده بيقرروا ان هم يرجعوا باباهم للبيت اللي هتكون مفاجأة الكريسماس لمامتهم. وبيفكروا بدماغهم الطفولية ان هم هيحفروا لاستراليا عشان يرجعوهم منها، بس مامتهم مش بتكون فاهمة هم عايزين ايه وبتزعق لهم، وكده بتفشل محاولتهم. علشان كده بيقرروا ان هم يروحوا المكتبة وبياخدوا كتاب، بس برضه مش بيقدروا يعرفوا يحددوا مكانها. وهم في طريقهم للبيت بيقابلوا جارهم ماجنتي اللي بيعرفوا منه ان هو كان بيصلي لبقرته عشان تولد بخير، لانه مش هيقدر يجيب طبيب بيطري ليها علشان معهوش فلوس. ولما بيسيبوه هم في طريقهم بيقابلوا متشرد اعمى اللي بيحكوا له ان هم عايزين يرجعوا باباهم من استراليا قبل الكريسماس، بس هو بيقول لهم ان هم محتاجين تذكرتين اللي بتكون بفلوس كتير. عشان كده بتيجي فكرة لأنجلا ان هي تعمل زيه وبتاخد بات وبيروحوا المكان علشان تغني فيه، بس اخوها بيرفض، ولما بتدخل وبتغني بيرفضوا يسمعوها. ولما بيدخل بات وبيغني اغنية حزينة وبتغنيها معاه بيتأثروا بيها وبيديلهم فلوس، بس بتقابلهم جارتهم بلايك وبيعرفوا منها ان بقرة ماجنتي محتاجة لدكتور بيطري. عشان كده بيقرروا ان هما يساعدوها وبيروحوا لدكتور بيطري، وبتكون عارفاهم بنتهم دورسي، بس هو بيكون في اجازته وبيرفض طلبهم. ولما بتقوله انجلا ان هما يرجعوا باباهم من استراليا وهيساعده، وعشان هو متأكد ان هي مش هتقدر تعمل كده بيوافق وبيتفق ان هي لو رجعته هيساعدهم، وبتوافق وبيقرروا وبيروحوا وبتروح معاهم دورسي اللي بتقولهم انها عارفة الطريق وهتوصلهم لهناك. وبتحكي لها انجلا في الطريق عن قصة الملك التخين والفقير النحيف اللي بتقولها ان هو اتمنى امنية وخلته سعيد، وان مامتها ما كملتلهمش القصة. علشان كده بتقول لها دورسي انها بتتمنى ان باباها يلعب معاها، وبعدها بتاخدهم عشان يركبوا السفينة وبيقدروا يستخبوا منهم. ولما بيروحوا في اتجاه السفينة بيمسكهم، وانجلا وهي بتجري بتقع صورة باباها، بس برضه بتكمل وبتروح للسفينة بس مش بتلحقها، وبيمسكها وبيديلها صورة باباها اللي اتكسرت، وبتكون حزينة لأنها مش هتقدر ترجع باباها وتساعد بقرة ماجنتي. ولما بترجع دورسي لبيتها بيتفاجئوا باللي حصل لها، بس أنجلا بتقول لباباها إدوارد إن هي كانت بتحاول تساعدهم. ولما بيعرف إن هي ما قدرتش ترجع باباها بيقفل الباب في وشها. ولما بترجع للبيت بتكون حزينة وبتقول لمامتها إن هي ما قدرتش تجيب لها مفاجأة الكريسماس وإنها كسرت صورة باباها، بس هي بتقول لها إن ده مش مهم. ولما بتشوفهم إن هما زعلانين في ليلة الكريسماس بترجع مامتهم تكمل لهم القصة وبتقول لهم إن الفقير يتمنى إن هو يكون سعيد وإن أمنيته اتحققت وبقى كده. عشان كده بتطلب من كل واحد إن هو يتمنى أمنية وبيعملوا كده. ولما بيجي دور أنجلا وبتتمنى أمنيتها من كل قلبها اللي بتكون إن باباها يرجع، في الوقت اللي بيوصل وبينده عليها وبتكون فرحانة ومش مصدقة إن أمنيتها اتحققت. عشان كده بيكونوا فرحانين كلهم برجوعه، وإن هي دي مفاجأة مامتها ليها لأنه كان باعت لها جواب وعارفة إن هو هيجي، وبتاخده للدكتور البيطري اللي بيتفاجئ إن هي رجعته، وكده هينفذ اتفاقهم. وبتقول أنجلا لدورسي إن هي اتمنت إن هو يرجع وتحققت أمنيتها، عشان كده بتتمنى هي كمان وبياخدها باباها معاه وبتتحقق أمنيتها هي كمان. وبكده قدرت تنقذ بقرة ماجنتي وعجله، وعرفته بده مع رسالة مع جارتها بلايك. عشان كده بيكون فرحان، ورغم انهم عيلة بسيطة وهداياهم بسيطة الا انهم كانوا فرحانين بلمتهم مع بعض وبرجوع باباهم، وده كان اهم حاجة في ليلة جميلة زي دي. وبكده يكون انتهى الفيلم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.